واخد سلسلة تثبيت للدايرة بتاعتي، وبشتغل طبعا على ايه، على الجزء القصير ده. طيب ارتفعت السلسلة، هعمل جوه الدايرة دي 6 حشو، وبلاش تشد ايدك فيها عشان ما تبقى صعب عليكي في الشغل. طبعا غرزة الحشو معروفة مفيهاش كلام، 3. واللي حابب يتعلم غرزة الكروشيه موجود الدروس كلها ان شاء الله على القناة. يلا بقى متنسينيش باللايك، ولو مشتركتيش في القناة اشتركي. 1 2 3 4، ادي كده 5 6. ونقفل الدايرة بتاعتنا كويس اوي، بنشد الطرف القصير هو اللي بيقفل لنا ايه، الدايرة بتاعتنا. نعدلها كده. طبعا الطريقة اللي هنعملها ان شاء الله تخلي الدايرة معانا كاملة الاستدارة ما تسدس مننا واحنا شغالين، ما تبقاش عاملة كده زي الشكل السداسي. تمام. طيب هنيجي عند اول غرزة معانا، معلش بقى سامحوني على اللون الاسود، هنزل تحتها واعمل منزلقة اهو، اسحب الخيط منها واسحبه منين، من على الابرة كده. انا عملت ايه، منزلقة. لازم بقى ايه، المبتدئين يعلموا بالماركر. انا سحبت منزلقة من اول غرزة معايا صح، هرتفع سلسلة، وتحت نفس الغرزة دي هعمل تزايد 2 حشو، 1 2. ماشي. طبعا زي ما اتفقت المبتدئين معانا اللي هيتلخبطوا يعملوا ايه بماركر كده ويعلموا اول غرزة معانا اهو. نمسك اول غرزة ونروح حاطين فيها الماركر. طيب احنا عاملين 6 غرز صح، هنعمل تحت كل واحدة 2 حشو. الاجمالي معانا هيبقى كام، هيبقى 12 غرزة. هخلصهم وارجع لكم. انا حبايبي خلصت الراوند الاول 12 غرزة. طبعا دي غرزة منزلقة ما تشتغليش فيها، احنا هنشيل الماركر وننزل تحت اول غرزة معانا ونقفل بايه، بمنزلقة. نسحب منها الخيط ونسحبه من على الابرة. تمام اهو. طيب كده احنا خلصنا الراوند التاني. هنعد غرزنا هنلاقيهم 12 ايه، 12 غرزة. طيب الراوند التالت هنعمل ايه، هنرتفع سلسلة وندخل تحت نفس الغرزة ونعمل 1 حشو، ونعلمها على طول بالماركر عشان ما نلخبطش. ماشي اهو. طيب اللي بعدها ايه، تزايد، يعني 2 في نفس المكان. يبقى السطر ده هيمشي معانا ايه، حشو تزايد حشو تزايد. انا عملت هنا تزايد، يبقى الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، اللي بعدها 2 يعني تزايد. حاولي ما تشديش ايدك زي ما قلتلك عشان متبقاش صعب عليكي، المكرمية اصلا لوحده صعب. يبقى السطر ده هنمشي ايه، حشو تزايد حشو تزايد لحد ما نخلص وارجع لكم. انا حبايبي خلصت معايا الراوند التالت، سوري التالت. احنا بدأنا ب6 عملنا تزايد بقوا 12. التالت عملنا حشو تزايد حشو تزايد. هتعدي الغرز بتاعتك هتلاقيهم 18 غرزة. تمام. دي احنا بنسيبها عشان دي المنزلقة ودي السلسلة اللي احنا بناخدها. هنشيل الماركر وننزل تحت الغرزة ونقفل بايه زي ما اتعودنا، بمنزلقة. تمام. الراوند الجاي بقى عبارة عن ايه، هنرتفع سلسلة، ومكان ما ارتفعنا هنا هنعمل ايه، هنعمل تزايد، يعني 2 حشو في نفس المكان اهو. 1 2. ونعلم الغرزة الاولانية قبل ما ننسى. طبعا الناس المحترفين خلاص الدايرة دي بالنسبة لهم بتبقى سهلة. الجماعة اللي بادئين بس لسه في الاول مبتدئين هم اللي يعلموا عشان ما يفضلوش يفكوا كل شوية. طيب احنا عملنا في اول غرزة تزايد، اللي بعدها هتبقى حشو، واللي بعدها كمان حشو، وارجع اعمل تزايد في اللي بعدها، يعني 2 حشو في نفس المكان.
يبقى الراوند ده انا بمشي ازاي؟ تزايد حشو حشو، تزايد حشو حشو، اخلص وارجع لكم. انا حبايبي خلصت الراوند. مشينا ازاي؟ زي ما قلنا تزايد حشو حشو، تزايد حشو حشو. هتعدي عدد الغرز معاكي هتلاقيهم 24 غرزة، يبقى انت كده ماشية تمام. هنشيل الماركر بتاعنا وننزل بالايه، نعمل منزلقة. ناخد الخيط من تحت الغرزة وناخده معانا من ايه، من على الابرة. تمام كده قفلناه بمنزلقة. طيب هنرتفع السلسلة. احنا هنا كنا ماشيين تزايد حشو حشو، تزايد حشو حشو. طيب السطر الجاي هيبقى ايه؟ هيبقى عبارة عن ايه؟ هنعمل مكان ما ارتفعنا كده، هننزل تحت الغرزة ونعمل اول حشو اهو، ونعلمه معانا بالماركر. نيجي اول غرزة في السطر نعمل واحدة كمان حشو، يبقى انا كده عملت 2 حشو. نعمل جنبهم تزايد، الغرزة اللي بعدهم يعني نعمل فيها 2 تزايد حشو، وبعدين واحدة حشو. افهمكم الخطوة دي عشان تبقى سهلة معاكم وتعرفوا التزايد بكل سهولة من غير ما ايه تفضلوا تجيبوا الفيديوهات. انا هنا ايه، بدأت حشو حشو تزايد حشو. السطر اللي قبله كان التزايد 2 حشو صح؟ يبقى اللي بعده المفروض يبقى 3 حشو، احنا بنزيد ايه واحدة. طيب 3 يعني فردي، هنقسمها، هناخد العدد الكبير اللي هو 2، نبدأ بالاتنين وبعدين نحط التزايد وفاضل واحدة من ال3 نخليها بعد التزايد، ونمشي برضو كده 2 حشو تزايد واحدة حشو. هتوصل لكم الفكرة في السطر اللي بعد الجاي. يبقى انا السطر ده همشي ازاي؟ حشو حشو تزايد حشو. الطريقة دي بإذن الله تعمليها في اي دايرة بغرزة الحشو تطلع معاكي مظبوطة جدا. هخلص السطر وارجع لكم. انا حبايبي خلصت الراوند. هتعدي الغرز بتاعتك هتلاقيهم 30 غرزة. يبقى احنا ماشيين ازاي؟ زي ما اتفقنا حشو حشو تزايد حشو. طيب هنقفل هنا بمنزلقة في اول غرزة معانا. كنا اتفقنا ان احنا السطر اللي لسه مخلصينه عملنا فيه كام غرزة فردي؟ 3، 2 في الاول وتزايد وبعدين واحدة، يبقوا 3 ايه حشو. السطر الجاي المفروض يبقوا 4. طالما عدد زوجي يبقى هنبدأ بالتزايد وبعدين ال4 الحشو جنب التزايد على طول. يبقى هرتفع سلسلة وهنزل تحت الغرزة وأعمل تزايد. طالما سطر زوجي يعني في عدد زوجي يبقى نبدأ بالإيه؟ بالتزايد أهو. طبعا نعلم برضو أول غرزة معانا في السطر عشان ما نتلخبطش أهو. طيب تزايد، بعد التزايد نعمل 4 غرز حشو، 1 وجنبها دي 2 3 4. تمام. يبقى السطر ده هنمشي تزايد 4 حشو تزايد 4 حشو. خلصوا وارجع لكم. انا حبايبي خلصت الراوند. هتعدي الغرز بتاعتك هتلاقيهم 36 غرزة. طيب هنشيل الماركر كده وندخل تحت اول غرزة ونقفل بالمنزلقة. طيب السطر ده كان كام غرزة فردي؟ 4 صح؟ يبقى اللي بعده هيبقى 5. طيب هنشتغلهم ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. انا قفلت بمنزلقة وهرتفع سلسلة من مكاني وهدخل تحت الغرزة واعمل اول حشو معايا اهو. كل ما الخيط يبقى رفيع معاكي المكرمية كل ما يبقى الشنطة افضل على فكرة. ادي اول غرزة حشو اهو. هعمل الغرزة اللي بعدها كمان حشو اهو. الغرزة اللي بعدها كمان حشو ادي 3. يبقى انا كده عملت كام؟ 3 حشو. الرابعة هتبقى تزايد يعني 2 في نفس المكان اهو. 1 2. طيب المفروض السطر ده يبقى 5 صح؟ انا عملت 3 وما بينهم تزايد، فاضل 2. يبقى اعمل بعد التزايد 2 حشو اهو. يبقى انا العدد الفردي عملت ايه؟ بدأت ب3 بعدين تزايد بعدين ال2 الحشو. يبقى همشي كده 3 حشو تزايد 2 حشو.
عشان يبقى اجمالي غرز الحشو الفردي 5. خلاص. اخلص السطر وارجع لكم. انا حبايبي خلصت الراوند. هتعدي الغرز بتاعتك هتلاقيهم 42 غرزة. هنقفل في اول غرزة معانا، ننزل تحتها نسحب ونعمل منزلقة. تمام. طيب السطر ده الغرز الفردية كانوا 5 صح. السطر جاي يرتفع سلسلة، ومن مكاني زي ما اتفقنا نبدأ بأول غرزة حشو اهو، ونعلمها بالماركر. ماشي. هنعمل جنبها كمان واحدة كمان، يعني هنعمل ايه تزايد. خلاص اهو. طيب بدأنا بالتزايد. جنب التزايد هنعمل 6 حشو. 1 6 ده عدد زوجي اهو، عشان كده بدأنا بالتزايد. 2 3 4 5 6، وارجع اعمل تزايد وبعديه برضو 6 حشو. بصوا الدايرة هتبقى مظبوطة معاكم. ده طبعا خيط الزيادة. يبقى السطر الراوند ده هنعمل ايه؟ تزايد 6 حشو، تزايد 6 حشو. هتعدي الغرز بعد ما تخلصي هتلاقيهم 48 غرزة. طيب السطر الجاي عشان مطولش عليكم تزايد الدايرة، السطر الجاي هيبقى عدد فردي اللي هو 7 حشو. هنبدأهم بإيه؟ 4 حشو وبعدين تزايد وبعدين 3 حشو. تاني 4 حشو بعدين تزايد بعدين 3 حشو. اللي بعده عدد زوجي هيبقى 8، يبقى نبدأ بتزايد 8 حشو، تزايد 8 حشو. طب السطر اللي بعده لو انت لسه عايزة تكملي هيبقى 9، هيبقى ايه؟ هنعمل 5 حشو بعدين تزايد بعدين 4 حشو، ونمشي كده 5 حشو تزايد 4 حشو. اللي بعده هيبقى رقم زوجي 10، هيبقى تزايد 10 غرز حشو تزايد 10 غرز حشو. تمام. اللي بعده 11 هيبقى ايه؟ هنعمل 6 حشو تزايد بعدين الايه 5. خلاص. هتمشي الدايرة بالطريقة دي ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة. انا هوصل للقطر بتاعي اللي انا عايزاه لحجم الشنطة ان شاء الله وارجع لكم نكمل سوا.